السلام عليكم. لما نزلت فيديو اللانش بوكس طلبتوا مني اسعار وانواع الشنط، فانا بصراحه نزلت بناء على رغبتكم اشوف الشنط. لقيت الشنط القمر دي على فكره الوانها حلوه قوي ومزهزهه كده، والولاد هيفرحوا بيها قوي. فيها مقاسين، مقاس 16 ومقاس 18. هي الوانها حلوه ومزهزهه وكل حاجه، بس اللي لفت نظري اللي بشاور عليه ده دلوقتي. ليه يا جماعه بتبدا من 1200 ل 1450؟ هي الاسعار دي حقيقيه؟ لدرجه ان انا بطلب منه ان هو يتاكد من السعر اللي مكتوب هو اللي متعلق ولا لا. المهم فقلت له انا عايزه اسعار ارخص من كده عشان اجيب لكم كل المستويات. وداني على المكان ده. المكان ده الشنط بتبدا فيه من 350، بس عايزه اقول لكم مش حلوه خالص. تحسوا يعني ان هي كده زي المشمع، لو اتقطعت ما ينفعش تتخيط، ولو اتخيطت يا جماعه تتقطع تاني بمنتهى السهوله. وانا كمان بصراحه بحب الشنط تكون الظهر بتاعها محمل كده وفيها سوست، عشان تبقى منظمه كده. يعني الولاد يحطوا مثلا في ناحيه الكتب، الناحيه التانية مثلا لانش بوكس، الكراريس، يعني يبقى في حاجه كده. المهم سبت المكان ده ورحت مكان تاني. لقيت المكان التاني يا جماعه مع انه مالي الدنيا لكن معقول، بتبدا الشنط فيه من 350 و400. اكبر شنطه فيه واحسن شنطه واغلى شنطه لقيتها ب 800، لكن كانت تحفه. لا، ب 832 يا جماعه، سوري. المهم يعني الشنط دي جودتها حلوه. حاسه ان هي ممكن تعيش يعني السنه كلها كده من غير ما تتقطع. الشنطه دي حلوه قوي يا جماعه على فكره. الظهر بتاع الشنطه نفسه محمل كده، يعني بحيث ان الولاد ما يحسوش بالكتب وهم شايلينها كده على ظهرهم بتوجعهم. كمان فيها سوست كتير زي ما قلت لكم عشان يبقوا منظمين كده ويحطوا في كل مثلا ناحيه حاجه. والتنوع بقى يا جماعه فيها انواع كتير جدا والوان كتير جدا. مش مزعزعه زي المكان الاولاني، بس برضو مش غاليه قوي، يعني على قد ايدينا كده وحلوه. الشنطه الحمراء دي تحفه بس لو بنات بقى. لكن لو ولاد بقى ممكن في شنطه تانية هوريها لكم، هي دي الزرقاء في اسود دي او الزرقاء في جراي. تحفه. يعني الخلاصة يا جماعة من الفيديو ده أو أي فيديو بتتفرجوا عليه، لازم تروحوا المكان وتروحوا مكان تاني وتالت وتشوفوا كل الأنواع. تشوفوا الجودة والسعر، وهل الجودة دي تستحق السعر ده ولا لأ، وتشوفوا إذا كان في جودة أقل بحاجة بسيطة بس السعر مناسب أكتر ولا لأ. حتى المبادرات اللي هي مالية الدنيا دلوقتي لقيت فيها كشاكيل وكراريس وأدوات مكتبية كلها على قد إيدينا. وجودة الورق نفسه يا جماعة شايفين أبيض وجميل، والألوان بتاعة الغلاف نفسه ملونة كده بألوان كتير قوي، أحمر وأخضر وأزرق وألوان كتير جدا. يعني مش هتحتاجوا تجلدوا من الآخر. والأدوات الكتابية برضو معقولة، يعني كل حاجة غليت بس مش قوي كده. والشنط اللي موجودة دي بقى كلها تنفع مثلا لكي جي لأولى ابتدائي زي ما قلت لكم. جودتها مش عالية قوي، معقولة، بس كمان أسعارها معقولة يعني. يعني دي تقريبا كانت ب 350، وفيها كمان البنسل كيس اللي هي المقلمة دي، يعني مش هتحتاجوا تجيبوا مقلمة. معقولين كلهم وحلوين. ومش قادرة أقول لكم أنا مبسوطة جدا إن أنا نزلت وعملت لكم الفيديو ده بناء على طلباتكم، طبعا كلكم طلبتوا مني كده. بس يا رب يكون مفيد، أتمنى يعني. وأي حاجة عايزين تعرفوا سعرها يا جماعة أو نوعها أو جودتها أو مكانها حتى، بس مكانها ده ممكن ما اقولوش قوي عشان هيبقى اعلان. اطلبوا بس وانا انزل على طول من عينيا، بس ما تنسوش تشوفوا الفيديو بتاع اللانش بوكس. والسلام عليكم.